في الفيديو ده هنعمل تريسنج للكود باكزامبل كبير علشان الموضوع يوضح اكتر. عشان نشوف التريسنج احنا خلينا مثلا نمسك التست ده اللي احنا كنا بنتكلم فيه في البداية. طيب التست ده طبعا كبير شوية برضو، فاحنا عاوزين مثلا الستة دي، احنا قلنا ما قدرناش ناخد الستة صح كده. تمام، اللي هو العنصر ده ليه؟ لان الستة اكبر من الخمسة، فخلاص كده كده مش هتقدر تاخده، يعني هو هيخش في هيخش في الحالة دي صح جدا. تمام، فهو هتفكس له، فاحنا ممكن نطيره. وكمان الموضوع ده ممكن هيظهر برضو كمان، يعني الحالة دي مش بس مش هتظهر كده على طول لوحديها، لا ده هتظهر كمان مع حالات تانية. تمام، زي مثلا زي الاربعه. تمام، الاربعه دي مش هتعرف تاخد معه العنصر، يعني هو اول حاجه هيلاقي الاربعه، بعد كده هيدخل على الاثنين، مش هيبقى قاعد كام في الشنطه؟ قاعد 1 كيلو، فهيلاقي الاثنين، فهي يعتبر هي. فاحنا هنشتغل على على التست. تمام تمام جدا. طيب يلا دلوقتي بقى نبدا التريسنج. ادي اللي عندك الاكزامبل او التست، وادي وادي الكود. طيب اول حاجه هنبدا الاندكس بكام؟ بصفر. والويت عندك كام؟ 5. حلو جدا، مش بيس كيس. طيب العنصر اللي انت واقف عنده، اللي هو واقف انت هنا عند الصفر، هل هيقدر تدخل جوه الويت؟ تمام، انت عندك دلوقتي الويت بكام؟ بخمسة. تمام، والان عندك بكام؟ باتنين، فمعنى كده انك انت هتقدر تدخله. حلو جدا، يبقى هيدخل في الكونديشن ده. الكونديشن ده بيقول لك عاوز ايه؟ عاوز حاجتين. هيعمل ماكسمايزيشن، هو اول حاجه هيلاقي الريتيرن، وبعد كده هيلاقي الماكس. جوه الماكس هيلاقي هيلاقي تو فانكشن، تو ريكيرسيف كول. فهيعمل اول حاجه هيلاقي فهو لازم ينفذ الاثنين. تمام، بس اول لما احنا اتفقنا، مش احنا اول لما نقابل ريكيرسيف كول بتعمل بتروح تستدعيها على طول وملوش دعوه باي اي حاجه تاني تحتيها. تمام، فهيلاقي الماكس، فهيقول له هيشوف الطريقين. تمام، فبيقول لك انت خد العنصر ده، ولا العنصر قيمته بكام؟ ب 10. 10 زائد ريكيرس للي بعدي. تمام، ولما تريكيرس للي بعدك تلاحظ حاجه، انك الويت بتاعتك هيجل بكام؟ بالعنصر ده. هو كان بخمسة، 5 ناقص 2 بكام؟ 3. حلو جدا. طيب يبقى الفانكشن الجديده انت هتدخلها بكام؟ حلو، الويت بتاعك هيبقى ب3. تمام، والاندكس بكام؟ بواحد. صح جدا، انت الاندكس زودت. طيب مش بيس كيس. طيب دلوقتي الاندكس واحد فيه عنصر بكام؟ عنصر حجمه ب3. تمام، هل ال3 اكبر من او يساوي 3؟ يبقى معنى كده انك هتخش هتخش الكونديشن ده. حلو جدا. طيب يبقى لما تخش الكونديشن ده هتعمل هتعمل ماكسمايزيشن قدامك. مع انك هتعمل ماكسمايزيشن يعني هتعمل بين حاجتين. تمام، تو ريكيرسيف كول. فاول ريكيرسيف كول هتقابلها هتستدعيها، ومالكش دعوه بالريكيرسيف اللي تحتك الا لما تخلص. طب يبقى هتعمل هتقول له القيمه بتاعه العنصر ده قيمته بكام؟ قيمته بخمسة. 5 زائد ريكيرس اللي بعدك. لما تلاقي الريكيرس اللي بعدك هتعمل هتنقص الويت. يبقى الويت كان ب3 وهو العنصر ب3، يبقى 3 ناقص 3 بكام؟ بصفر. يبقى انت لما تيجي تريكيرس بقى اللي بعدك هتدخله بكام الويت؟ تدخله بصفر. صح جدا. طيب والاندكس بكام؟ الاندكس ب2 والويت بكام؟ بصفر. صح جدا. طيب لما تخش بقى على الويت اللي هو بكام؟ اللي هو اللي عندك العنصر ب2، الويت بتاعته بكام؟ ب4. هتقول له انت يا 4 اقل من الصفر؟ لا. ازاي؟ مش هينفع. يبقى معنى كده هتعمل هتخش جوه الكونديشن ده. الكونديشن ده مش هينفع تدخل فيه، هتدخل جوه الكونديشن ده. ودي اللي بتفسر حالتي، انما احنا شطبنا العنصر بتاع 6. تمام، اهو ظهرت هنا. تمام، فالكونديشن ده هيموت، ملوش لازمه. هتقعد تريكرس اللي بعدك، هتفضل طبعا تريكرس، مش هتيجي عند العنصر ده مش هتاخده. تمام تمام. وبعد كده اللي هو عنصر بكام؟ ب3، فمش هتاخده. تمام، انا ممكن برضو اكتبها لك. تمام تمام، فاكيد انت مش هتنفذ هنا حاجه. وبعد كده العنصر ده هيريكرس لمين؟ اللي بعده، ودي اللي هتظهر لي بقى البيس كيس بتاعتي اللي احنا اصلا عاوزينها. البيس كيس بقى هترجع لي كام؟ هترجع لي صفر. فنتخيل لو احنا زي ما انا كنت عاملها هترجع لك الانت من اللي هو عنصر مثلا حاجه قليله خالص، اللي هو مثلا -1. فالماينس واحد هيعمل انت هتاخده وهتجمع بقى فين؟ هتجمع على العناصر. مش احنا هنا بنقول حاجه زائد بلس. تمام، فانت هتاخده وتجمع على العناصر، فاكيد هو هيطلع لك حاجه صغيره جدا. فعشان كده احنا اخترنا اللي احنا نرجع صفر. فمعنى كده ان الفانكشن دي هتموت وهترجع لك صفر. حلو جدا. فخلاص روح عوض بقى هنا. صفر زائد صفر بكام؟ بصفر. يبقى معنى كده ان الفانكشن دي هتموت وهتديك قيمه بكام؟ بصفر. طيب روح بقى عوض هنا، كان جايه من هنا. صفر زائد صفر برضه بصفر، يبقى الفانكشن دي هتموت. طيب ارجع بقى، الفانكشن كان جايه من فين؟ اهو دي ماتت وادتني كام؟ صفر. كان جايه من فين؟ كان جايه من هنا. خلاص ادت لك هنا بقى، رجعت انت عرفت قيمتها. يبقى خلاص عوض. 5 زائد صفر بكام؟ ب5.
طب انت كده خلصت؟ لا، انت كنت بتعمل ماكسمايزيشن، مش انت خلصت هنا. تمام، خلاص انت وصلت لحد هنا وخلصت. معنى كده زي ما احنا كنا بنعمل في الفويد، انت وصلت لحد الريكيرسيف كول. هل حاجه تاني تحت الريكيرسيف كول؟ بالظبط، هنا اهو في حاجه تاني تحت الريكيرسيف كول ولا لا؟ اه، في حاجه تاني تحت الريكيرسيف كول. طبعا دي ملهاش لازمه انك انت دخلت الكونديشن. طيب وكمان هتقول لي طب انت مش حاطط else. هقول لك انت هتجابل هنا ريتيرن، ومعنى انك انت بتجابل ريتيرن خلاص اي حاجه تحت الريتيرن بتموت. تمام، بس هتقول لي ازاي؟ طب يبقى الريكيرسيف ده هتموت؟ لا، اما الريكيرسيف كول دي جوه مين؟ يبقى الريتيرن دي مع مين؟ مع الماكسمايزيشن، فانت لسه ما نفذتش اصلا الماكسمايزيشن. طيب يبقى هتعمل ايه بقى؟ خلصت انت لحد هنا؟ اه، طب روح بقى ريكيرس بقى للي بعدي. يعني ايه؟ يعني خلاص روح انت خد لي الصفر مع مين؟ مع الريكيرس اللي بعدي، صح كده؟ طب انت كنت هنا انا اتخلبطت، انت كنت واقف عند مين؟ اهو الاندكس يا ابني، الاندكس بتاعك بواحد. خلاص تمام، يبقى انت هنا هتريكيرس للي بعدك. الاندكس بكام؟ الاندكس بكام؟ الاندكس هنا باتنين. تمام، الويت ما اتغيرتش، والويت كان بتاعك هنا بايه؟ بتلاتة. ودي هتفصل لك ايه؟ لما جيت عند العنصر رقم واحد، العنصر اللي عندي اندكس واحد، انت هنا خدته، فلما خدته اديت لك قيمه كام؟ اديت لك قيمه 5. مش انا قلت لك يا اما هتاخده العنصر، لا اما مش هتسيبه، لا اما هتسيبه هتاخده، لا اما هسيبه. فانت هنا ايه؟ انت هنا خدته فاداك 5. طب لو ما خدتهوش فخلاص بقى هيديك صفر. يبقى احنا هنا خدته وهنا ما خدتهوش. حلو جدا. طيب يبقى هو بقى انت وصلت عند الاندكس كام؟ 2. تمام، الاندكس 2، الاندكس 2 اهو. الحجم بتاعه بكام؟ باربعة. معنى ان الحجم بتاعه باربعة ان هو مش هيدخل هنا، صح كده؟ اللي هو مش هيدخل هنا، هيدخل عند دي. تمام، فمعنى هو اصلا وصل لدي. تمام، هل في حاجة تاني؟ لا لسه في الاتنين، ممكن تاخد الاتنين. طيب حلو جدا. طيب يبقى انت هنا ايه؟ خلاص يبقى صفر زائد ريكيرس للي بعدك. تمام، الريكيرس اللي بعدك كان هنا كان باتنين. تمام، يبقى هيريكيرس بكام؟ بتلاتة. والويت عندك بكام؟ برضه بتلاتة. يبقى هتروح للعنصر اللي هي رقم تلاتة. هل انت هتقدر تاخده يا عنصر رقم تلاتة؟ اه، هتقدر تاخده العنصر رقم تلاتة. الويت بتاعه بكام؟ باتنين، وانت الويت عندك بتلاتة. تمام، يبقى معنى كده انك انت ايه؟ خلاص هتدخل هنا. يبقى هتقارن بقى، هل انت هتاخد الويت ده ولا مش هتاخده؟ تمام، انا هنا كنت برضه ناسي الاحتمالات برضه، اللي احنا هنا كنا ممكن ناخد ايه؟ ناخد الاتنين مع الاتنين. تمام، مش صح كده؟ الاتنين اللي هم 10 والاتنين هم 5. يبقى الويت بتاعك بكام؟ بأربعة. والفاليو بتاعك بكام؟ 15. تمام، تمام جدا. اهو 2 و10، 2 و5، صح كده؟ طيب يبقى انت دلوقتي وصلت عند العنصر رقم 3. 3 اهو. تمام، 3. فانت هتبقى قدامك العنصر ده، هل هتاخده ولا مش هتاخده؟ تمام، فانت لو خدته الويت بتاعه بكام؟ الويت بتاعه بكام؟ بخمسة. تمام، يبقى انت هتقول لي هنا هتعمل ماكسمايزيشن ما بين هتاخد العنصر، يبقى فاليو بتاعه 5، وبعدين روح ريكيرس للي بعدي. تمام جدا. طب لما هتريكيرس انت كنت واقف عند الكام؟ كنت واقف عند التلاتة، يبقى هتروح عند ايه؟ الأربعة. الأربعة ايه؟ دي بيس كيس، صح كده؟ فهتموت الفانكشن وهتديك كام؟ هتديك صفر. طيب هات الصفر دوت وروح عوض من مكان ما انت جيت. يبقى انت هتعوض هنا، يبقى اهو هنا، يبقى 5 زائد صفر بكام؟ 5. خلصت انت الريكيرسيف كول بتاعتك؟ طب في حاجه تاني تحتيها؟ هتقول لي في حاجه تاني تحتيها. انت هنا خدت العنصر. احنا هنا كنا العنصر بخمسة، خدت العنصر 5 زائد 5. تمام، هنا ايه؟ مش هتاخد العنصر الصفر زائد ريكيرسيف اللي بعدي. تمام، فانت خلاص اصلا انت هنا كنت بتريكيرسيف كان هو بتلاتة، فخلاص هتريكيرسيف اللي بعدك اللي هو اصلا بأربعة. تمام، فهتريكيرسيف هتديك كان بايه؟ برضه بصفر. فهترجع هنا هتقول لي ايه؟ صفر زائد صفر، صح كده؟ فصفر زائد صفر ايه؟ بصفر. ويبقى انت هنا هتعمل ايه؟ ايه الماكسمايزيشن ما بين الخمسة والصفر؟ بالظبط، اللي هو الخمسة. فمعنى كده ايه؟ معنى كده ان الفانكشن دي هتموت. تمام، وهتديك كام؟ هتديك 5، صح كده؟ فانت هترجع هنا هتعوض صفر زائد 5. دي مش دي عرفت انت القيمة بتاعتها بقى بخمسة؟ طب روح عوض بقى. صفر زائد 5 بكام؟ بالظبط بخمسة. يبقى معنى كده ان الفانكشن دي هتموت وقيمتها بكام؟ بخمسة. طب الفانكشن دي كان جاي منها سهم، طيب روح بقى عوض للسهم اللي هي جايه من عنده، اللي هي هنا كان بكام؟ كان بخمسة. يبقى 5 زائد 5 بخمسة. طيب وهنا كانت ماكسمايزيشن ما بين ايه؟ الخمسة والخمسة، الماكسمايزيشن ما بينهم ايه؟ بالظبط 5. يبقى معنى كده ان ايه؟ ان الفانكشن دي ماتت وادت لك قيمة بكام؟ 5. طيب هي كان جايه منها سهم، روح عوض بقى هنا اللي هو 10 زائد 5. 10 زائد 5 بكام؟ ب 15.
لاحظت هنا حاجه، انك انت مش خدت انت هنا كان عندك كام حاجه ب 15، عندك انت هنا فاليو ب 15، فظهرت عندك انت هنا ال 15. طيب حلو جدا. طيب يبقى هنا ايه بقى 15؟ هل انت هنا خلصت؟ لا، هنا انت لسه بقى هتعيد برضو نفس الكلام ده تاني. ازاي بقى؟ انت هنا خلصت العنصر، هنا العنصر اللي كان بصفر، تمام؟ فانت كنت هنا عملت ايه؟ عملت انك انت خدت العنصر نفسه، اللي هو خدت العنصر ده خدته معاك، تمام؟ دلوقتي انت ايه مش هتاخده اصلا معاك، يعني هتعمل ايه؟ يبقى صفر زائد ما خدتش العنصر، هتريكرس بقى برضو تاني، تمام؟ يبقى هتريكرس الويت عندك هنا ايه لسه بخمسة، تمام؟ طبعا هي تريسنج هيطول معانا جدا، بس عشان يوضح ايه اكتر انت ممكن كمان تسرع الفيديو، تمام؟ لو بس المهم ايه تبقى فاهم ايه الكونسبت كويس. طيب فدلوقتي الاندكس بكام؟ بواحد، والويت لسه زي ما هو ايه بخمسة. طيب حلو جدا. دلوقتي انت هتعمل ايه؟ هتعمل ماكسمايزيشن تاني، اللي هو هنا هتاخد العنصر ابو واحد. دلوقتي العنصر ابو واحد فين؟ العنصر ابو واحد خلينا بقى بدل ما نطلع فوق نجيبه من هنا. العنصر اللي عند اندكس واحد، هل العنصر بوزنه بكام؟ بتلاتة. حلو جدا. هل انت هتقدر تاخده؟ اه هتقدر تاخده. يبقى هتدخل هنا في الفانكشن في الكونديشن ده. يبقى هتعمل ايه؟ الويت بتاعته بكام؟ بخمسة. حلو جدا. يبقى خمسة زائد هتعمل ايه؟ ريكيرس، واحنا اتفقنا ان لما تيجي تعمل ريكيرس هتنقص الويت. طب هو الوزن بتاعه كان بخمسة، ده خمسة، وبعد كده الوزن بتاعه بتلاتة، يبقى خمسة ناقص تلاتة بكام؟ باتنين، تمام؟ يبقى لما تدخل هنا هتدخل الاندكس هتزيد بواحد، والويت هتبقى ايه؟ باتنين. حلو جدا، اتنين. وهنا هتبقى الويت بكام؟ قلنا باتنين. خمسة ناقص تلاتة يبقى باتنين. حلو. طيب يبقى اتنين واتنين. طيب هتدخل هنا هتقابل مين؟ هتقابل الأربعة. الأربعة الوزن بتاعها لا، الوزن بتاعها الوزن عندك أنت باتنين، والوزن بتاع الأربعة، فخلاص يبقى هتدخل هي في الكونديشن ده. حلو جدا. يبقى هتولد كونديشن، هتولد ريكيرجن تاني جديدة، تمام؟ تمام جدا. طيب يبقى هنا الاندكس عندك كان بكام؟ باتنين، تمام؟ والويت لسه زي ما هي باتنين. حلو، تمام. فأنت عندك دلوقتي هتدخل عند الاندكس ده، ادي صفر وادي واحد وادي الاتنين. لا هي الخلبطة دي طبعا، هو لما تريسنج كبير فانا برضو طبعا هتخلبط. فده الاندكس باتنين فبيجي هنا ايه بتلاتة، تمام؟ فالعنصر ابو تلاتة هل انت هتعرف تاخده؟ اه انت الويت بتاعتك بكام؟ باتنين، تمام؟ والويت الويت بتاعك دلوقتي بتاع الشنطه باتنين، والعنصر نفسه بكام؟ باتنين، فاكيد انت هتقدر تاخده. هتقدر تدخل في الكونديشن دي. لما تدخل في الكونديشن ده هيبقى عندك اختيارين، هل انت هتاخده انك انت تعمل ماكسمايزيشن ما بين انك انت تاخد العنصر وبين انك انت ايه تسيب العنصر. فانك انت هتاخده بصفر. صفر زائد هتريكرس تاني. طب لما تتريكرس تاني هتوصل لايه؟ هتوصل للبيز كيس، تمام؟ فهنا هتديك البيز كيس، تمام؟ فهتموت وهتديك الصفر. هترجع تعوض بقى هنا بالصفر، ترجع تعوض 2 زائد صفر بكام؟ ب 2. حلو جدا. طب خلاص انت لحد هنا الريكيرسيف كول. طب نفذ اي حاجه تاني تحتيها. تمام، تمام جدا. يبقى هنا هتسيب، انت هنا خدت العنصر وهنا بقى عاوز ايه؟ تسيب العنصر. طيب صفر زائد انت هتريكرس تاني، وادي انت لما ريكرس لما عملنا ريكرس هنا رجعت لي كام؟ صفر. يبقى صفر زائد بالظبط صفر زائد صفر. طيب يبقى صفر، يبقى انت الماكسمايزيشن ما بين ايه؟ الاثنين وصفر، والماكسمايزيشن ما بين الاثنين وصفر بكام؟ بالظبط باتنين. يبقى معنى كده ان الفانكشن دي هتموت وهتديك كام؟ اتنين. طيب الفانكشن دي جت من انهي سهم؟ جت من السهم ده. يبقى عوض، يبقى صفر زائد اتنين بكام؟ باتنين. حلو جدا. يبقى الفانكشن دي ماتت وقيمتها بكام؟ باتنين. طيب روح للسهم بتاعك، السهم، تمام؟ ادي السهم بتاعك جاي من هنا. يبقى معنى كده ايه؟ هنا السهم كان بصفر زائد انت عرفنا هنا بكام؟ قيمته باتنين. طيب يبقى اتنين. حلو. لا السهم جاي من هنا خمسة زائد اتنين، صح كده؟ يبقى هنا خمسة زائد اتنين بكام؟ بسبعة. وخلينا برضو نتأكد هل انت عندك انت حاجة تعرف تعملها بسبعة؟ تمام، ادي عشرة. استنى كده. ايوه يا جماعه، ايوه انت هنا كان احنا هنا لما جينا خدنا العنصر بتاع اللي عند اندكس هنا الاخراني اللي هو العنصر ابو اتنين. فانت كنت المفروض تديله الويت بتاعه بكام؟ الفاليو بتاعته بخمسه مش باتنين. انا كنت عاملها باتنين على اساس الوزن فانا اتخلبطت يعني. فهنا الفانكشن دي اصلا هترجع لك كام؟ خمسه، تمام؟ فعشان اتخلبطت يبقى هنا خمسه زائد خمسه هترجع لك 10. عشان كده انا اتخلبطت يعني، استغربت لما لقيت العنصر بسبعة. فخلاص العشرة دي بترمز لإيه؟ إنك أنت خدت مين؟ خدت العنصر ده وخدت العنصر ده، وده خدت قصدي التلاتة.
مع الاثنين اللي هو دي ب5 ودي ب5، فخلاص احنا هنا عرفناها. طب يبقى هنا بكام؟ ب10. حلو جدا، فانت وصلت لحد هنا. طيب ده كلام جميل. يبقى هل انت عندك حاجه تاني تحت الريكيرسيف كول؟ اه عندك حاجه تاني تحت الريكيرسيف كول. عندك انك انت ايه، اما انت كنت واقف عند العنصر اي دي اكس بواحد، العنصر دوت. تمام، فانت دلوقتي انت كنت واخده. تمام، فلا انت دلوقتي انت مش هتاخده. تمام. فيبقى هتقول له ايه؟ هتقول له صفر زائد، هتريكيرس تاني. تمام. طيب لما هتريكيرس انت كنت عند الواحد، فهتريكيرس بالاندكس بكام بالظبط؟ الاندكس باتنين. تمام، والويت لسه عندك زي ما هو ب5. تمام، يبقى الاندكس 2. ادي الاندكس 2. الاندكس 2 انت الويت عندك ب5 صح؟ فانت هتعرف تاخد العنصر ابو 4 ده، صح كده؟ صح كده. فدلوقتي هيدخل هنا في الكونديشن ده، فمعنى كده ايه؟ هتقول له خد القيمه بتاعه العنصر ده اللي هو قيمته بكام؟ 50. حلو جدا، حلو جدا. طيب وانت لما هتجلي الويت يبقى الويت بتاعتك بيجي بكام؟ بواحد. طيب خدت انت القيمه بتاعته، يلا باجي اعمل ايه؟ اعمل لي ريكيرس. حلو جدا. هتريكيرس بكام؟ بالتلاتة. بتلاتة، والويت بتاعتك بواحد، فهتروح عند التلاتة. هل انت يا تلاتة هتعرف انت تاخد الويت بتاعتك دلوقتي بكام؟ بتاعت الشنطه بواحد، وانت الويت بتاعت العنصر بكام؟ باتنين، فمعنى كده انك انت مش هتعرف تاخد العنصر ده، فهتريكيرس من عند ده تاني. تمام، ولما هتريكيرس هتلاقي البيس كيس، فده هيرجع لي في البيس كيس صفر، ودي برضو كمان هترجع لي صفر، ودي هترجع لي صفر، فهترجع بقى تعوض هنا ايه؟ صفر. تمام، يبقى 50 زائد صفر بكام؟ 50. هل حاجه تاني تحت الريكيرسيف كول؟ اه حاجه تاني تحت الريكيرسيف كول، انك انت ما تاخدش العنصر ده اصلا. تمام، فانت كنت واقف عند العنصر ده، لا ما تاخدهوش. تمام، فهتريكيرس ليه؟ للي بعدك على طول. تمام، روح ريكيرس للي بعدي. دلوقتي كان الان عندي بتلاتة، الاندكس باتنين، فهتريكيرس للي بعدك بتلاتة. تمام، والويت عندك زي ما هو. تمام، هتركز للتلاتة، والويت عندك زي ما هو بكام؟ ب5. تمام، صح كده؟ صح كده. طيب، فدلوقتي انت هترجع عند هنا الويت بتاعت العنصر بكام؟ باتنين. تمام، فهل الويت هتعرف تاخده؟ فبقى قدامك ايه؟ قدامك طريقين، هل هتاخد العنصر ولا مش هتاخد العنصر؟ لما هتاخد العنصر الفاليو بتاعت العنصر بكام؟ ب5. حلو جدا، يبقى 5 زائد القيمة بقى هنا بكام؟ الفاليو الويت يبقى بكام؟ 5 ناقص 2. 5 ناقص 2 بكام؟ ب3. يبقى انت لما هتريكرس يبقى الفاليو بتاعك بكام؟ 3 صح. يبقى الاندكس هنا بكام؟ برضو ب4. وهنا هيديك ايه؟ هيديك بسكيس. ف بسكيس هتموت، ارجع بقى عوض لي هنا بكام؟ هيبقى ب5. صح جدا. طيب انت هنا خدت العنصر، في حاجه تانية تحت الريكيرسيف كول؟ اه في حاجه تانية هتنفذ لي، انك انت مش هتاخد العنصر. انت كنت واقف عند الاندكس بكام؟ ب3، العنصر ده مش هتاخده. دلوقتي انت قدامك طريقين، لما هتاخد العنصر لما هتسيبه، فخلاص انت هنا ايه؟ سبت العنصر، صح كده؟ فمعنى انك انت سبت العنصر هتروح هتروح للاندكس اللي بعدك، اللي هي البيس كيس، فهتديك صفر. فارجع بقى عوض لي هنا ايه؟ صفر زائد صفر بكام؟ بصفر. الماكس ما بين الصفر والخمسه بكام؟ ب5، صح كده؟ يبقى معنى كده الفانكشن دي هتموت وهتديك 5. طيب السهم ده جاي منه سهم، جاي من هنا، جاي من هنا، اطلع. يبقى معنى كده ان الريكيرجن دي بكام؟ او الريكيرسيف كول دي بتاعتك كام؟ ب5، صح كده؟ فانت دلوقتي انت عندك انت الماكسمايزيشن ده، عندك انت القيم بتاعته عندك ال50 وال5، فالماكس ما بين ال50 وال5 كام بالظبط؟ 50. يبقى الفانكشن دي موت وتروح تعوض في مكانها. يبقى هنا هتعوض بكام بالظبط؟ 50. طيب يبقى انت كده هنا خلصت ومفيش اي حاجه تاني تحت الريكيرسيف كود. ادي كانت اول قيمه للاول حاجه، ودي تاني قيمه. الماكس ما بين ال10 وال5 كام بالظبط؟ 50. تمام. فمعنى كده ان الفانكشن دي هتموت. روح وارجع للسهم بتاعها. ادي السهم، ادي السهم، ادي السهم، ادي السهم. يكفي تكون دي اخر حاجه. اخر حاجه. فالماكسمايزيشن هنا هتبقى هنا القيمه بتاعته بكام؟ ب 50. تمام. فهنا بيقول لي ايه الماكس ما بين ايه؟ ال 15 وال 50 بكام؟ 50. والفانكشن دي ماتت ورجعت لي ايه؟ 50. وده ايه؟ ادي كل اللي حصل في الفانكشن.
تمام، ودي القيمه النهائيه. فاحنا هنا مثلا 15 دي بترمز ليه؟ انك انت عرفت تاخد مثلا قيم ب 15، ادي 10 ودي مثلا 5، فادي عرفت انت تاخد دي، او مثلا ممكن دي ودي، طبعا احنا مش عارفين طبعا. فالكلام ده ظهر اصلا في التريسنج يعني. فاي قيمه من الماكسمايزيشن بتدل على ايه؟ بتدل على القيمه انك انت عرفت تاخد قيمه. تمام، فانت عندك انت ممكن ايه، ممكن تاخد العنصر 2 ده لوحده، وممكن تاخد، معرفش يعني، مش فاكر بصراحه عشان ما تخلبطش اكتر، بس ادي اللي حصل معاكم ايه في التريسنج. بس كده. طيب يا شباب، من خلال التريسنج ايه اللي وضح لك؟ هل وضح لك حاجه بالظبط؟ ان التري اللي احنا رسمناها مش هي اللي بتدل على الكلام، مش هي اللي بتدل على على الحل بتاعنا. ليه؟ لانك انت اصلا البارامتر، انت ايه اللي بيتحكم في في الريكيرجن بتاعك، او التري بتاعك بيتحكم في ايه؟ انت عندك انت هنا البارامتر هو اللي بيحدده لك. ده الستيت بتاعتك. الستيت بتاعتك عباره عن ايه؟ متكون من حاجتين، متكون من اندكس ومتكون من ويت. تمام، فمعنى كده انك انت هنا احنا كنا ماشيين في التري بتاعنا كنا معتمدين بس على الاندكس، فمعنى كده ده الطريق بتاعك هيبقى ماشي كده. ولا وده غلط. تمام، لان انا مش معتمد بس على الاندكس، انا معتمد على الويت كمان. فمعنى كده ان ايه الحل الصحيح للاندكس؟ انك انت عندك التري، ادي التري هتبقى هنا اول حاجه. تمام، فاول حاجه هتبقى ماشي هتجاب الايه، اول عنصر. تمام، فاحنا كنا بنقول ايه؟ كنا بنقول لا اما العنصر هتاخده لا اما هتسيبه. تمام، فانت هتقول لي ازاي يا محمد؟ ما انت ده في حاله ان هو الويت بتاعتك ايه. احنا كنا بنقول ثلاث حاجات. طيب كنا بنقول لا اما الويت هيكون هينفع اخده ولا لا، ولو مش هينفع تاخده فخلاص انت فكست له، ولو هينفع تاخده هيبقى قدامك طريقين، لا اما هتعرف تاخد العنصر لا اما هتسيب العنصر. تمام، فهنا هنشترك في حاجه واحده، صح كده؟ هنشترك في الويت اهو، الويت. تمام، فدي دي دي زيها زي دي، هنا نو تيك، نو تيك، صح كده؟ طيب حلو جدا. فمعنى كده انك انت قدامك هنا ايه؟ قدامك طريقين، لا اما هتاخد العنصر لا اما هتسيبه، صح كده؟ صح كده. فاديك انت واقف هنا، اول حاجه وقفت هتروح لاول عنصر. تمام، فمعنى انك انت هنا هتعمل ايه؟ لا اما هتاخد هنا اول حاجه هنا هتقابل مثلا عنصر صفر. تمام، فقدامك يا اما هتاخد العنصر، لا ايه ده، انت اول حاجه هنا اهو هتروح للعنصر مثلا صفر، فقدامك دلوقتي الصفر ده لا اما هتاخد العنصر لا اما ايه، هتسيبه، صح كده؟ طيب خلصت ده، يبقى دلوقتي مثلا هتاخد العنصر، فهتنتقل للعنصر ايه، هتنتقل للعنصر واحد. قدامك طريقين، يا اما هتاخد العنصر لا اما هتسيبه، صح كده؟ طيب وعند الصفر انت هنا ما خدتهوش. تمام، وبرضه هتنتقل للعنصر رقم واحد. قدامك طريقين، لا اما هتاخد العنصر لا اما هتسيبه. تمام، وهكذا. وهتروح عند الواحد، انت خدت هنا الواحد، خدت القيمه بتاعته. تمام، هتنتقل للعنصر اتنين. قدامك طريقين، لا اما هتاخد العنصر لا اما هتسيبه، صح كده؟ هتقعد تكمل في الكلام ده كله. هنا الواحد انت ما خدتوش، برضه هتروح للاتنين، هيبقى قدامك ايه، لا اما هتاخد العنصر لا اما هتسيبه. فهنا انت هنا لو لاحظت هتلاقي ايه، مثلا لو مشينا مثلا قدامك هنا كذا طريق. قدامك الصفر هنا انت خدته. تمام، وبعد كده خدت الواحد. تمام، وبعد كده خدت الاثنين. تمام، بس عندك تاني طريق اللي هو إيه؟ خدت انت هنا الصفر. تمام، وبعد كده خدت الواحد، صح كده؟ تمام، وبعد كده الاثنين ما خدتهوش. تمام، وعندك كمان طريق تاني، ادي هنا خدت الواحد، خدت الصفر، وبعد كده ما خدتش الواحد. تمام، وبعد كده رحت خدت الاثنين تمام، ادي الطريق خلص. وبعد كده عندك طريق تاني انك انت خدت الصفر، وبعد كده ايه، خدت ما خدتش الواحد. تمام، وبعد كده رحت عند الاثنين برضو ما خدتهوش. تمام، وعندك طريق تاني، عندك الصفر ما خدتهوش. تمام، وبعد كده رحت عند الواحد خدته. تمام، وعندك طريق تاني، عندك الصفر وما خدتهوش، وبعد كده رحت عند الواحد برضو ما خدتهوش. وهكذا هتقعد ترسم التري بتاعتك على هذا النظام. يعني انت عندك الفرق، لا اما هتاخده لا اما مش هتاخده، هتاخده لا مش هتاخده. خلصت كده، روح بقى الفرع بتاعتك اللي انت واقف عنده كمل برضو، زيده بواحد وخده او ما تاخدهوش. وادي ايه، ادي التري بالشكل ده. تمام، انا كنت طبعا راسمها بالشكل ده في البدايه كتسهيلا. احنا دلوقتي طبعا احنا شفنا الموضوع ده، شفنا الخلطه الكتيره اللي حصلت في التريسنج. فخلاص هو ده ايه اللي دل عندك الفرق، لا اما هتاخده لا اما هتسيبه، وبعد كده هتبدا ايه تنتقل للي بعده. وبالتوفيق ان شاء الله يا شباب.